حلم خايب. ربما خاصني نعيط لصاحبي جون هوان على هذا الحال محنس. شويه حس بشي حاجه ضربت في كرسي اللي قاعد فيه، وكانت القرعه اللي كان سد بها الباب تعني هادشي باللي تفتح الباب. دار البطل باش يشوف وبدا يبرر راسو باللي يقدر يكون غير ما لصقوش مزيان وداكشي. البطل تيدير راسو تيلصق الباب وفتح الباب على غفله وقال شديتك. البطل قال مع راسو اش كندير انا والضحك زعما زاد يمكن خاصني نمشي على المدرسه. مع بغى يسد الباب شاف وجه قدامه تيخلع. البطل تمر في بلاصتو وبقى تيشوف ما قدرش يهدر او يتحرك. جا داك الشعور بحال شادو شي واحد جادو جوب غطاط في الصباح. تيبزز على راسو باش يتحرك واخيرا تحرك، ولكن تلاح في الارض. دار بغى يشوف واش باقي، لقاه باقي كيشوف فيه وفي لحظه اختفى. فرات صعاب جري وحده، خرج من الدار بالغوات ومشى نيشان عند صاحبه. عاود لي اشنو وقع واشنو شاف. صاحبه جاوبو وهو معصب شبح واش كتضحك عليا هادشي اللي معيط ليا. البطل رد عليه قال لي والله حتى شفت شبح بالله. صاحب البطل جاوبو بسخريه وقال لي علاش ما درتيش معاه. قال لي كما كنضحك صاحبي والله حتى شفت شبح بالله. قاطو صاحبه قال لي واش باغيني نبات معاك اصلا تعرف مع ماما كتبان لي خايف بزاف. البطل جاوب وفرحان واش بصح. بعد شويه جاو للدار وبداو تيحاولوا يفتحوا الباب. صاحب البطل تشجع وفتح الباب وما لقى والو. بعد ما صاحبه ما لقى والو بدا كيطمن في البطل وقال ليه بلي ما كاين والو راك غير تخيلتي وداكشي. المهم شراو الماكله وبدا البطل كيسولو علاش تعرفي مع ماماك. رد عليه بلي لاحت ليا كتوبتي عاوتاني، يعني مو ديما لاحه لي كتوبته ومش اي كتوبه دار الرعب. زاد بلي عندي الزهر حك هاد الكتاب كان في شكارتي والمؤلف تاع هاد الكتاب نشر الكماله تاعو. طلبته البارح وغادي يوصل اليوم الدار، وهو فكر بلي الا وصل الدار غادي يتلوحوا ماما عاوتاني وخرج تيجري وهو كيصف محفظته وتصطح مع شي واحد. خرج البطل تعيط عليه وما لقاهش. رجع لبيته واللي ما كانش عارف البطل هو بلي جون هوان مضروب وداير بيه الدم. صبح الحال والبطل فاق على التليفون كيصوني. شكون كانت ماما جون هوان. سولاتو واش ولدي بيت عندك. البطل جاوب بلي لا. ردات عليه بلي ولدي ما رجعش البارح. البطل تصدم ومشاو بجوج لعند البوليس وديكلاراو. وبعد ما كملوا الاجراءات عند البوليس اللي كان كيخوض المحضر عرف باللي الام تاعو وهو مضاربين، واخر واحد كان عنده هو البطل. هذا البوليسي عنده قدره انه يعرف الخايب من الزوين غير من الريحه ديالو. قال لهم صافي غسيروا راه باينه هذه غير حاله الهروب. وقال في خاطرو باللي ولدك غيكون بخير بحال هاد الحوادث تيطراو بزاف وولدك غيرجع للدار. البطل ما فهم والو. مشى صاحبه وصيفط رساله في الجروب تاع الاصدقاء ديالو وسولهم وتا واحد ما شافو. البطل رجع للدار وهو كيحل في الباب بانوا ليه العينين تاني، وهاد المره ما خافش منهم وتشجع وسولهم علاش حاضيني. الشبح نعد ليه بعينيه الحمرين شي بلاصه. البطل دار اليمين واليسر ولقى بزاف تاع العينين. تسمر في بلاصتو وقال علاش كيشوفوا في الارض، وتفكر باللي هاد الايام كانت الريحه تاع شي حاجه فاسده. وجايشين اللي هو البطل حس باللي تينعشوا ليه في الدار اللي تحت، وغادي نعرفوا باللي اللي ساكن تحت هو دريه وكانت شخصيتها مزعجه من داك النوع اللي ما تتحبش الصوت مجهد وتقدر تضارب معاك على اي حاجه وتضارب مع الجيران وتسبهم. وهنا قرر ينزل الدار اللي تحته كانت فيها واحد الريحه خايبه